السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم ازاي ان انا اعلم ابني في البيت، ازاي اسسه من البداية خالص بحيث ان هو يعرف يتعلم القراية والكتابة. اول حاجة ده المستوى الاول اللي هو KG1. المستوى الاول ده بيبدأ من ايه؟ بيبدأ من 3 ماشي ل4 سنين. ماشي، اول حاجة لازم ان هو يبقى عارف اسم الحرف. ماشي، ان حرف الالف ده اسمه الف همزة. تمام، يبقى عارف شكل الحرف، ان ده شكله، ده الشكل بتاعه، يبقى عارف ينطق الحرف نطقه صح. ماشي، يبقى اول حاجة ان هو يبقى عارف اسم الحرف. تمام، يبقى عارف شكل الحرف، يبقى عارف ازاي ينطق الحرف نطق صحيح. تمام، يبقى عارف مثلا ان ده الف همزة وده باء تاء وما الى غير ذلك. تمام، يبقى تاني ان انا اعلم ابني في البيت ان انا اديله الحرف. تمام، في اسبوع، المده بتكون اسبوع، كل حرف في اسبوع، ومع نهايه كل اسبوع انا ببدا اراجع له. طيب هو خد مثلا حرف الالف في اسبوع، ماشي اراجع له على الالف. حرف الب في اسبوع، اراجع له على الب. طيب ازاي ان هو نراجع بقى على الحرف وازاي ناسسه في الحرف؟ اول حاجه احنا قلناها يبقى عارف اسم الحرف. ماشي، ان ده حرف الالف الهمزه. طيب يلون الحرف، نديله الحرف كده وهو يلونه. طيب، او يشكله بالطين الصلصال، او ان هو يعمله باشكال مختلفه. تاني حاجه يرسم صوره للحرف، يعني مثلا الف ارنب، يلون الارنب، يبقى عارف بحيث يثبت في دماغه ان الالف ارنب، ان الالف ده بيبدا بالالف، هو الالف ارنب، يبقى الالف ده بيعني ارنب. تمام، ماشي. او بعد كده احنا قلنا ان مده الدراسه بتكون اسبوع، وبنعمل له مراجعه. ماشي، مراجعه كل اسبوع، سواء خد الالف بقى، خد الالف مع الب، خد الب، كل اسبوع بنعمل مراجعه. خلص الالف ودخل على الب، بنعمل كل اسبوع مراجعه بحيث ان هو يثبت في دماغه الحرف. طيب ده بالنسبه لمنهج اللغه العربيه. ماشي، اول حاجه. تاني حاجه منهج الانجليزي. منهج الانجليزي زي منهج العربي بالظبط يا جماعه، احنا برضك بنديله الحرف. ماشي، نديله الحرف وبنديله صورة باسم الحرف ده، زي مثلا الايه ابل او الايه انت، ونديله نرسم له نملة او نرسم له تفاحة وهو يلونها. ماشي، ويعرف ازاي ان الايه ابل بتبدأ الايه بتبدأ بالابل، بيلون الحرف وعرف اسم الحرف. ماشي، لون صورة باسم الحرف تمام. مدة الدراسة برضك زي الحروف العربي بتكون اسبوع. طيب هل يمس ان هو في المرحلة من 3 إلى 4 سنين دي بيبقى المفروض يكتب؟ لا يا جماعة، المفروض هو ما يكتبش. هو بس طالما والله كتب تمام ماشي، انما لو هو ما كتبش خلاص بنبدأ معاه واحدة واحدة عشان عضلات ايده بس. لان لو في نظرنا ان احنا بنلاقي لما بنضغط على الطفل وبنضغط عليه قوي ان هو يكتب، بنلاقي عضلات ايديه بتبقى تعبت، لان الطفل بيبقى هو صغير عضلات ايده ضعيفة، فلازم ان احنا يبقى واحدة واحدة زي ما بنقول تاتا تاتا كده. تمام، طيب ماشي. ده بالنسبة لمنهج العربي ومنهج الانجليزي، هما زي بعض. تمام، بعد كده هنيجي للقرآن. القرآن اول حاجة في قنوات كتيرة بتبقى القرآن، يعني مثلا ايه، قنوات بتبقى يعني ايه حاطة القرآن في صورة كويسة. ماشي، او عاملاه بصورة كويسة للأطفال. ماشي، اول حاجة. طب انا هبدأ معاه ازاي؟ هبدأ معاه القرآن ازاي؟ اول حاجة ان انا بديله سطر من 3 ل 4 سنين، برضك بديله سطر مثلا كله والله احد الله الصمد، بديله سطر واحد بس. طيب اليوم اللي بعده يمس ان انا بقوم جايه رايحه مدياله سطرين، وابدا اراجع سطرين مش سطرين، لا ده انا براجع له السطر الاول اللي اديتهوله وليكن امبارح مع السطر الثاني اللي اديتهوله بعد كده. تمام، يبقى كل يوم انا بديله سطر واحد وببدا اراجعه له من الاول بحيث ان يثبت في دماغه القران الكريم. تمام، طيب هو خلص السوره، ببدا برضك يراجع السوره كلها، بتبقى سهله بقى، وبعدين نبدا في السوره اللي بعدها سطر بسطر. تمام ماشي. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس. وان شاء الله منهج الرياضة هنتكلم فيه الحصة الجاية ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.